بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى هنعمل فته كده تدفينا بالشوربه في الشتاء الجامد دهوت، بس هنعملها بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدا يا ريت تشتركوا لي في القناه وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت يا جماعه المتابعه على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. ويلا نسمي الله ونبدا بالوصفه بتاعتنا. معايا لحمة، واللحمة بتاعتي حمرا كده وجميلة، وثلاث بصلات، ومعايا حوالي 2 لتر مية او 3 كده. غلت المية بتغلي على النار. اول ما تغلي هنزل باللحمة بتاعتي. بننزل بكل الكمية، وبعدين حطيناها كلها. واول ما هتبتدي تغلي معانا هتطلع ريم كده. حاولي تتخلصي من كل الريم دوت. هي اول ما بتغلي غلوتين كده بتلاقي الريم كله اختفى معاكي، بس انتي حاولي تتخلصي منه علشان ما يعملش سواد في الحلة كده من الجناب. ومعايا البصل بتاعي، معايا 3 بصلات كده صغيرين، بشقهم كده من النص واحطها. ننزل بقى بمكعبين مرقة دجاج، بيدوا طعم جميل قوي للشوربة. هتقولي لي مكعب مرقة دجاج على لحمة؟ ايوه، بيدي طعم رهيب ملوش علاقة بالفراخ خالص يا جماعة. دي عبارة عن بهارات. ومعايا كام فص حبهان كده، 5 6 فصوص حبهان. عندك لوري حطي، بس انا ما كانش عندي. حبة فلفل اسود. وطبعا مش هنملح الشوربة بتاعتنا، اللحمة يعني، علشان خاطر اللحمة بنملحها في الاخر وهي داخلة في السوا. واول ما تغلي معانا كويس كده هنوطي النار. اهو، نوطي النار ونسيبها. قعدت معايا حوالي ساعة الا ربع، وبعد الساعة الا ربع عملت لها بختبرها لقيتها اهي بتقطم معايا، استوت يعني. نبتدي بقى هنا نملحها. احط الملح المناسب ليها. واحلى شوربة واحلى طعم للفتة. سبتها حوالي 5 دقايق كده، 3 4 غلوات، وطفيت عليها. نعمل الرز بقى. نزلت بسمنة في الحلة. المادة الدهنية دي بتاعتك، بتحبيه بسمنة، بسمنة وزيت، بزيت بس، بسمنة بس، براحتك. احنا بنحب نعمل رز الفتة بالشعرية. في ناس تانية بتحبه سادة، براحتك خالص. بنحمر الشعرية بتاعتنا لحد ما يبقى لونها اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده، نفس اللون. اوعي تغمقي لون الشعرية عن كده، بتبقى يعني شايطة كده معاكي. لكن كده ده ده اللي هتديكي الطعم المناسب، احلى طعم رز بيها. بنزل بالرز المغسول ومتصفي عليها ونملحها بالشكل دوت كده. واديها بقى تشويح. قلبي حوالي 5 دقايق كده. بالشكل دوت. وبعديها ننزل بكمية المية المناسبة. انا بحط كوباية الرز عليها كوباية مية بالشكل دوت كده. وقلبيه.
لحد ما يتشرب معانا. هتشوفوا دلوقتي. هنا بقى هنسيبه يتشرب ونعمل الخل والثوم بتاع الفتة. معاكي طاسة او حلة، انزلي بيها بحتة زبدة، ودول حوالي معلقة توم عشان هعمل صينية واحدة بس. كمية التوم على حسب الكمية اللي هتعمليها، وقلبيها كده لحد ما تاخد اللون البامبي معاكي. واول ما تاخد اللون اللي انت شايفاه دهوت، انزلي بكبشة من الشوربة كده، وعليها حوالي نص كوباية خل. بس كده، كده خلصت معانا الخل والثوم. اركنيها بقى. وهنا كان اتشرب معايا الرز اهوت. وطي بقى النار عليه وغطيه، وربع ساعة هيستوي بالظبط. اهوت كان استوى وفرفر. بصوا مفرفر ومفلفل وجميل ازاي، بالشكل ده. هنا بقى معايا عيش متكسر، ده عيش ناشف من الفرن. حابه تنشفي عيش، تحمري عيش براحتك برضو. هنزل عليه بالشوربه، بالشوربه كده. شربيه بالشوربه، بيبقى طعمه تحفه يا جماعه. دي الفته الساده اللي من غير خل وثوم. حباها بالصلصه، هنبقى نعملها لكم بالصلصه مره كمان. وننزل بقى بالرز بتاعنا فوق الوش كده، وساوي طبقه الرز عليها. سويها كده. وادي الفته العاديه. نعمل بقى بالخل والثوم. ننزل بالشوربه برضو على العيش. حابه تحطي حبه تقليه من الخل برضو والثوم براحتك خالص. سويها كده. وننزل برضو بالرز فوق الوش ونسويه. سويها كده. ونجيب بقى اهوت الخل والثوم وحطيه فوق الوش. شربي الرز كده، سقسقي بيه يتشرب من التتبيله اللي انت عاملاها بالخل والثوم والشوربه، وطعمها تحفه يا جماعه، هتعجبكم قوي. حاولي ان انت تشربيها كلها بيها بالشكل دوت. ودي شكلها. نيجي هنا نغرف اللحمه بتاعتنا.
اجمل شوربه تدفيكي في البرد والشتاء، وطعمها تحفه يا جماعه. جربوها على الطريقه دي هتعجبكم قوي. ورصينا هنا اللحمه فوق الفته، ورصي بقى وجملي زي ما انت عايزه. ودي خل وثوم، الرز شارب من الخل والثوم والشوربه وطعمه تحفه، وجربوها هتعجبكم والله. حبه فلفل اسود بقى فوق الوش، بيدوله طعم كده وشكل جميل قوي. حطي بقى الليمون بتاعك وظبطي كل اللي انت عايزاه. وبألف هنا وشفا على قلبكم وقلبنا. لو وصلتي معايا بقى هنا حطي اللايك. وادي الشوربة والفتة بالخل والثوم، بس انا ما حبيتش اعمل صلصة بصراحة، بتبقى تقيلة، ولكن بالخل والثوم كده خفيفة. ودي شكلها، وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت المتابعه على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.